مساء الخير وتحية طيبة إلى جميع المتكلمين اليوم بالمؤتمر وإلى الحضور الكريم، وجزيل الشكر أيضا إلى العاملين والعاملات في جولدن تيوليب على حسن الضيافة. وبشكرك أيضا وجودكم اليوم بسبب هامشية القضايا الاقتصادية للأسف في الفكر، وأحيانا الاقتصاد قد يبدو أنها مادة جافة مع أنها طبعا تدخل في صميم حياتنا اليومية مثل الصحة، وأحيانا يعتبر أن الصحة مثلا تترفع عن القضايا الاجتماعية باعتبار الطبيب عنده واجب إنساني، ولكن في هذا العصر اليوم بسبب الرأسمالية أصبح الاقتصاد يعتبر أنه هو علم بحد ذاته، وانفصل انفصال تام عن الحاجات الاجتماعية ومفهوم العدل الاجتماعي والدولة القومية. بهذا الإطار بس حبيت أعمل التعقيب السريع قبل ما بلش مداخلتي الرسمية، لا أدعو إلى مزيد من النقاش حول الاقتصاد. بعتقد اليوم كلنا متفاهمين أهمية هذا الموضوع بسبب الأزمة المالية اللي صارت، بس على أمل أن لا تصبح ذاكرتنا يعني صغيرة جدا وأن ننسى هذا الموضوع مع إعادة النظام إنتاج نفسه. لا انتهي لمداخلتي اللي بعتقد بتبني على مداخلة الدكتور عاطف مع بعض التباين أعتقد في وجهة نظري في بعض ما قاله، كنت بتمنى يكون موجود ولكن غير موجود، ولكن بعتقد هو حط الأسس النظرية. أنا رح أحكي بالتاريخ أكثر وكيف هذا الفكر تحول عبر التاريخ، وكيف فينا كمان نجيب الموضوع للقضايا اللي نحن عم نعاني منها وعم نناقشها اليوم. وهذا يعني أنا سأدخل نوعا ما في السياسة، فأتمنى أن يكون صدركم رحب لكل يعني الآراء الموجودة، طبعا أتطلع إلى السماع إليها. لم يحتل الاقتصاد حيزا كبيرا في كتابات أنطون سعادة إذا ما قسناها طبعا بما كتبه في الاجتماع والسياسة والأدب، لكن المطلعين منكم على فكر سعادة يعلمون أن رابطة الاجتماع الأساسية عنده هي الرابطة الاقتصادية، هيك هو بيقول، والتي قام بتعريفها على أنها مصلحة تأمين حياة الجماعة وارتقائها. وهو أيضا يقول أن هذه المصلحة أساسية في كل مجتمع لأنها تخدم كل مصلحة أخرى حيوية أو نفسية. مش بني تحتيه بس أنه عم يحكي عن أساس الاقتصاد بالمجتمع. ولا يستطيع أحد اليوم أن ينكر مدى أهمية ترابط المصالح الاقتصادية، أنا انتهيت من اقتباس يعني من الكلام عن سعادة، لدول ما سماها سعادة سوراقيا وهي العراق ولبنان والأردن وفلسطين. ولا يستطيع أن يتجاهل ذلك على أساس العمل المنتج والسيادة الاقتصادية والعدل الاجتماعي، وهي جميعها مكونات من مكونات الاقتصاد القومي اللي رح أحكي عنه، يلي رح أشرح كيف سعادة شافه. قال سعادة، لابد دائما من الاقتباس ولكن لن نكتفي به، قال سعادة: لعل أعظم نقاط ضعفنا فيما يختص بشؤوننا الاقتصادية أننا لا نزال بعيدين جدا عن مبادئ الاقتصاد القومي. هذا الحكي من تقريبا 100 سنة. فهل ما زلنا كذلك بعد مرور حوالي قرن؟ لكي نجيب على هذا السؤال علينا أولا أن نحدد هذه المبادئ يلي قام دكتور عاطف بسرد جزء كبير منها، وثاني جزء اللي هو برأيي الأصعب أن نبحث في واقعنا الاقتصادي اليوم لكي نقرر مدى تطابق هذا الواقع مع تلك المبادئ. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نكتفي باقتباس سعادة وترداد شروحاته أو استخدام الاستنباط الفكري فقط للتوصل إلى جواب يقين، فالجواب يتعلق بحاضرنا نحن لا بحاضره هو، أي أنه هو عمل واجباته زيادة، أي أنه يتطلب النظر في التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع السوري واقتصاده السياسي عبر ما يقارب 100 عام حتى آلت إلى ما هي عليه في يومنا هذا. سعادة نفسه بالمناسبة لم يكتفي بوضع المبادئ وشرحها، بل تناولها في سياق القضايا الاقتصادية المعاصرة له، كأثر مثلا الهجرة في الاقتصاد القومي بما فيها هجرة السوريين إلى الخارج ونزوح الأرمن إلى أنحاء مختلفة من سوريا واستيطان اليهود الأوروبيين الصهاينة في فلسطين. عم بحكي عن تبعات هذا الأمر على الاقتصاد، هو ناقش بهاي النقطة مش بس حول موضوع الهوية وإلى آخره. وتناول أيضا هذه المبادئ في سياق السياسات الاقتصادية للقوى الحاكمة في زمانه، مثل إبرام اتفاقيات النقد بالأربعينات والثلاثينات بين الحكومتين الشامية واللبنانية من جهة،
وفرنسا من جهة ثانية المستعمر. وأيضا تحدث عن عقد اتفاقيات البترول وخطوط الأنابيب وكونها سلاح في وجه إسرائيل مع الولايات المتحدة في ذلك الحين. وأيضا ناقش تغلغل الرأسمال الأجنبي في البلاد ومسألة المصالح المشتركة لمن يعرف شوي عن تاريخ الاقتصاد السوري اللبناني، مثل الجمرك، مثل سكك الحديد وقتها، يمكن اليوم ما فيها القد حديث عنها. وتحدث عن هذه المواضيع من خلال مناقشته للسياسات التي كانت تطرح في ذلك الحين. بدورها هذه الطروحات أتت في سياق تحولات للنظام العالمي آنذاك. هاي الفترة ما بين الحربين العالميتين شهدت صراع دولي متعدد الأقطاب مثل شوي اليوم، ترافقت مع انهيارات اقتصادية وتضخم مالي وتنافس توسعي بين الدول الاستعمارية الأوروبية. وعلى الصعيد الفكري بهذيك الفترة حصلت هزة كبيرة في الفكر الرأسمالي الليبرالي الكلاسيكي نتيجة الثورة البلشفية وعجز آليات السوق الحر اللي حكينا عنه عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الدول الرأسمالية. نتيجة هالشيء تبلورت في الوعي العام إيديولوجيات متناحرة كالفاشية والشيوعية. هذه العوامل كلها مجتمعة ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية وصعود الهيمنة الأمريكية، وقد قابله، وهذا أكثر شيء بخصنا هون، صعود بارز لحركات التحرر الوطني في عالم الجنوب، وعلى رأسها في منطقتنا الأحزاب الشيوعية والقومية السورية والقومية العربية. لقد كانت مسألة الاستقلال الاقتصادي مسألة مركزية عند هذه التيارات كافة، وقد خاضت فيما بينها صراعات فكرية حول تعريف هذا الاستقلال وكيفية الوصول إليه. ليش كانت هالقد مركزية؟ ذلك أن أفول الاستعمار العسكري والسياسي المباشر، لأنه معظم هذه الاستعمارات لم تستمر عسكريا وسياسيا، حدا بالبعض القول أن عصر الاستعمار قد انتهى. لكن قيادات حركة التحرر من كوامي نكروما إلى عبد الناصر إلى فيديل كاسترو اعتبرت أن هناك استعمارا جديدا اقتصاديا وماليا، بحيث تتمتع هذه الدول يلي حازت على استقلال سياسي جديد بكل الصفات الشكلية للاستقلال، لكن قرارها الاقتصادي السياسي استمر مسلوبا، وعليه تصبح محاربة الاستعمار أصعب لأنها حرب غير مباشرة واقتصادية وليست مباشرة. الجدير ذكره أن سعادة اغتيل عام 1949، أي قبل وصول حركات التحرر الوطني المكونة من تيارات القومية العربية ورأسها البعث والشيوعية إلى الحكم، وأيضا طبعا الحركة الناصرية في العراق وسوريا، وكما أشير وقبل الحقبة الناصرية وما شهدتها من تبلور فكر اقتصادي اشتراكي عربي تقاطع مع الفكر الماركسي لكنه لم يتماهى معه. بعض الأحزاب الشيوعية نفسها يلي انتقدها سعادة وعن حق لموقفها ومواقفها المخزية فيما يخص تقسيم فلسطين بحجة أن الصراع فقط طبقي وغير قومي، هذه الأحزاب نفسها يلي انتقدها هو عن دراية وعن حق، أعادت النظر في مقاربتها بعد وفاته. الفكر الماركسي نفسه، يعني مثلا نقول الماركسية اللينينية، خضع لتعديل ولتطوير، كان أهمها نظرية التبعية الاقتصادية dependency theory من قبل ناس مثل جوندر فرانك في أمريكا اللاتينية، وسمير أمين في المنطقة العربية، وولتر رودني فيما يخص القارة الإفريقية. هذه كانت ظاهرة عالمية تجسدت بطرق معينة في منطقتنا. هذه النظرية تعتبرت أنه لا يمكن تطبيق الفكر الماركسي في ظل الاستعمار من دون إعادة إنتاجه ليؤخذ في عين الاعتبار الشكل التاريخي المحدد للرأسمالية بهاي المنطقة. هكذا لم يعد ممكن القول بوجود طبقة عالمية أممية، ونقطة على السطر، ولا يمكن وضع العمال اليهود والعرب في فلسطين أو الفرنسيين والجزائريين في الجزائر في نفس الخندق، وهو ما كان ينتقده بالمناسبة سعادة عن الشيوعيين. حتى التيارات الإسلامية هذيك الفترة اضطرت إلى الاجتهاد في القضايا الاقتصادية واتخاذ موقف تجاه النظريات الرأسمالية والماركسية، منها مثلا أن الإنسان قيم على الملكية الخاصة والملك للدولة، ولو كانت في هذه الحالة مثلا الدولة الشرعية الدينية. وفي غالب الأحيان قامت هذه التيارات أو مالت إلى مفاهيم اشتراكية من دون أن تتبنى فرضياتها، ذلك للحفاظ على شعبيتها، لأنه كان في مد وقتها كتير كبير. بالرغم من هذه الحقيقة التاريخية حول التقارب الفكري الذي حصل في مفصل تاريخي محدد بين كل هاي التيارات بعد الحرب العالمية،
فإن الصراع السياسي والاصطفافات الجيو استراتيجية بين الأحزاب نفسها بهذيك الفترة من التحرر الوطني، يعني بالخمسينات والستينات، قد حجبت برأيي بشكل كبير، ولا أقول تماهي، عفوا، قد حجبت تقاطع كبير، غير التقاطع اللي عم يحكوا عنه اليوم أكيد، ولا أقول تماهٍ بالبرامج والرؤى الاقتصادية بين تلك الأحزاب. فمعارضة وحدة مصر وسوريا السياسية مثلا كانت مفهومة من منظور سوري قومي، لكن ماذا عن المشروع الاقتصادي الذي تم تطبيقه في سوريا ومصر والعراق في تلك الفترة؟ هل كان سعادي ضد دور الدولة المحوري في توجيه الاقتصاد وتخطيط الإنتاج وتوزيع الثروة الذي تحقق في الخمسينات والستينات، وهو الذي أشار إلى محورية الدولة في الاقتصاد القومي؟ هل كان غافلا عن أهمية التصنيع الاستبدالي في عملية التنمية substitution industries ورفع الرسوم الجمركية لدعم الصناعة الوطنية والتي تم تفعيلها في تلك الفترة في معظم دول الهلال الخصيب ومصر؟ وهو سعد الذي أشار على فكرة قبل هالشيء إلى الصناعة الاستبدالية كسياسة اقتصادية قومية رشيدة. وهل كان سيعارض الإصلاح الزراعي بما فيه إعادة توزيع الأراضي واستصلاحها، وهو الذي أرسى المبدأ الإصلاحي بإلغاء الإقطاع وخلق تعاونيات إنتاجية بالمناسبة وصون حقوق العمال والفلاحين؟ وهل كان سيتحسر على المصارف الأجنبية والرأسمال الأجنبي الذي تم تأميمه، وهو الذي وصفه بالبلوتوقراطية الأجنبية وحاربه في حياته واعتبره خطرا على السيادة القومية والوحدة الوطنية؟ لا يعني ما تقدم غياب الفروقات أكيد بين نظرة سعادة للاقتصاد القومي ونظرته لتكوين الطبقات ونظرته لطبيعة الصراع الاجتماعي وعدم صوابية العمل النقابي من جهة، وتلك المقاربات التي نادت بها أو طبقتها الاشتراكية العربية من جهة ثانية. القصد من هذه المقارنة هو الإشارة إلى خطورة التركيز على الفروقات والوقوف عند المسميات والمصطلحات فقط دون أن نقرأ سعادة عن قرب ونضع ما قاله في سياق مرحلته التاريخية، ونقارن بين مضمون هذا المشروع وبين ما تبناه آخرون بالممارسة السياسية بمعزل عن التنظير المجرد. هيدا برأيي إجحاف لسعادة وتهميش فكري تاريخي قبل أن يكون صرف النظر عن ما أنجزه الآخرون. يعني بنعمل هيك بنكون عم نشحف بسعادة أكثر ما أنه عم نستهتر أو ننتقد ما قام به الفرقاء الآخرين. أن تكون رؤية السعادة الاقتصادية قد تقاطعت مع قسم كبير مما تم تحقيقه بذيك الفترة من قبل قوى سياسية أخرى اكتسبت عبر هذه السياسات شرعية شعبية وسيادة قومية، هو دليل على استشراف سعادة لمقومات النهوض الاقتصادي لمجتمعه، وعلى فشل من لحقوه في قيادة الحزب من فهم تلك العلاقة ومدى أهميتها في الحفاظ على الزخم الشعبي للحركة القومية في تلك المرحلة. خلينا نجي لليوم. ماذا عن المرحلة التي نعيشها اليوم بعد انقضاء ما يقارب 100 عام؟ كيف يمكن صياغة مشروع نهضوي اقتصادي يتبنى الثوابت تبعية الاقتصاد القومي التي أرساها سعادة، لكن يحاوي تحولات الاقتصاد السياسي العالمي والإقليمي؟ هذا سؤال كتير كبير طبعا. أولا بعد النقاط، لا شك أن ما نشهده اليوم من صراع دولي متعدد الأقطاب وانهيارات اقتصادية ومالية وما ترافق معه، بحكي على الصعيد العالمي وأيضا الإقليمي، من تشكيك في الإيديولوجيات الاقتصادية على أنواعها وطغيان الاحتكارات وصعود اليمين المتطرف، وعندنا محاولة إعادة ترسيم منطقة سوراقيا وعودة للأسف الشديد الجيوش الاستعمارية الأجنبية المحتلة، وخسارتنا لسيادتنا الاقتصادية وأيضا القهر الاجتماعي الموجود والفقر المدقع لشرائح واسعة من الأمة واستمرار استيطان الصهاينة في فلسطين. هذا كله يشبه بالمناسبة في شكل كبير منه البيئة فيما بين الحربين العالميتين اللي كان عم ينحكى فيها بهذا الموضوع. ولكن ماذا عن المضمون؟ يعني مش حتى لو في هذا التشابه، هل يمكن أن ندعو إلى توحيد الأقاليم السورية؟ هل الدعوة إلى توحيد الأقاليم السورية والإبقاء على المصالح الاقتصادية المشتركة بعد جلاء الاستعمار الأوروبي بعد منتصف القرن الماضي عند نفس مقومات نجاح أو فشل الدمج الاقتصادي، يعني ما حاول القيام به السعادي وغيره من توحيد، هل عنده نفس المقومات النجاح أو الفشل اليوم بين الكيانات السياسية اللي ظهرت اللي هي العراق، سوريا، الأردن ولبنان؟ وهل آثار الهجرات والتحولات الديموغرافية التي حدثت في عصر سعادي هي نفسها في مرحلة تشهد نزوح داخلي وخارجي لملايين البشر في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان؟ وهل الإقطاع الذي طالب سعادي بإلغائه
بإلغائه حينها هو نفسه الذي يتحكم بمصير سراق الاقتصاد اليوم؟ وهل نسبة التبادل التجاري وحركة حرية الحركة والتواصل والترابط العائلي التي كانت قائمة بين هذه الدول في عصره هي نفسها اليوم؟ وهل العوامل الذاتية كالإرادة الشعبية والسياسات الحكومية كمان في نفس الخط؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نطرحها بشكل منهجي وبناء لكن موضوعي في سبيل فهم وتحليل واقعنا الاقتصادي ومدى تطابقه مع المصلحة الوطنية والسيادة الاقتصادية التي ندى بها سعادة وغيره من دعاة التحرر الوطني. فلنعترف وبكل صراحة أنه لا توجد اليوم أطراف وازنة في الساحة السياسية تقوم بمقاربة الاقتصاد من هذا الإطار اللي هو حاول يقوم فيه، ونحن عم نحاول اليوم كمان نفكر فيه. من أي إطار يعني؟ من إطار باب المصلحة العامة اللي حكى عنه، لا من باب المصالح السلطوية أو السياسية الضيقة لهذا الفريق أو ذاك. نحن اليوم اسمحوا لي أقول عالقون بين نهج سياسي ليبرالي نيو ليبرالي رأسمالي يتلطى بلازمة الديمقراطية والحرية الفردية والسيادة الوطنية، لكنه يحرض على العقوبات على شعبنا ومعاد لنهضة الشام ولبنان الاقتصادية وتابع للغرب ومرتزق من عند أنظمة البترودولار ومطبع مع إسرائيل وكاره للمقاومة الإسلامية المسلحة التي حققت انتصارات في لبنان وفلسطين. هذا من جهة، هذا اللي متفقين عليه. وأيضا للأسف بين خطاب إعلامي مقابل من دون يعني وضع كل شيء بنفس السلة أكيد لا، بين خطاب إعلامي يعكس نهج سياسي محق ومعاد للغرب المستعمر لكن ليس لديه مشروع اقتصادي جدي ولا يعنيه مواجهة الاقتصاد الحر ويحارب الفساد كلاما لا فعلا، وغالبا لا يرى في الاقتصاد سوى شأن ثانوي أو وسيلة رخيصة يثيرها في الرأي العام عندما تتناسب مع معارضة خصومه السياسيين ويتجاهلها أو يبررها عندما تتعلق بحلفائه وسياساته، وهو يهمش كل من ينتقد تلك السياسات ولو من باب النقد البناء. هذا بالرغم من إقرار جميع أنه بحربنا مع العدو الإسرائيلي وخلفه الولايات المتحدة اليوم بات المال والاقتصاد سلاحا محوريا في المعركة ولا يجب الاستخفاف به بالطريقة التي تتم به برأيي حاليا. إنما أن يقرأ ما كتبه سعادة عن الاقتصاد سيدرك أنه لم يتردد في انتقاد سياسات الحكومة الشامية تجاه لبنان مثلا، وهو الرافض لمفهوم الأمة اللبنانية برمتها إذا كانت هذه السياسات مضرة بمصلحة المجتمع السوري الاقتصادية ككل ومستقبل وحدة البلدين الاقتصادية. ولم يتردد أيضا في تقريع النخب الحاكمة في دمشق لتخليها حينها عن السيادة المالية في إدارة شؤون البلاد بعد خروج فرنسا، وهو المقاوم لفرنسا حتى آخر رمق. ولم يتوانى عن كشف تواطؤ الرأسمال المحلي النفعي وخاصة في لبنان مع الرأسمال الأجنبي ومخاطر ذلك، وحذر منه فيما يخص بناء مرفأ حر في بيروت حينها وترداد مقولة لبنان سويسرا، وحذر من رسمة القطاع المصرفي من طريق الرأسمال الأجنبي، وحذر أيضا من اعتبار الرأسمال الفردي الخاص أساس للنهضة الاقتصادية. قارنوا هذه المواقف المنحازة للمصلحة العامة لا للفريق السياسي بالخطاب السائد اليوم بيناتنا الذي لا يريد لنا أن نرى أي مشكلة في أي مشكلة اقتصادية سوى يد الخارج على أهميته، والذي يصفق لكل خطوة في المجال الاقتصادي إن صدرت عن المعسكر الذي هو ينتمي إليه، والذي مثلا يدعونا إلى التوجه شرقا، وهو بالمناسبة خيار سليم، ولكن من دون شرح وتأمين آليات هذا التوجه التي تضمن أن لا ننتقل من تبعية غربية إلى تبعية شرقية، أي تضمن ولو في الحد الأدنى مصالح المجتمع السوري. لا يتسع الوقت لمناقشة كل هذه القضايا الاقتصادية الملحة بالتفصيل، وهو أصلا يعني نقاش يحتاج إلى جهد بحثي جماعي مفقود اليوم. نرجع لأنه لا يمكن لشخص واحد أن يقوم بهذه النهضة، هذه عملية مجتمع متكامل. وغيابنا برأيي هذا المجهود المؤسساتي الجماعي هو دليل على غياب الرؤية الاقتصادية القومية الاجتماعية عند من يحملون راية النهضة القومية اليوم بكل أطرافهم، وأيضا سأضيف طبعا من يعني يحملون النهضة تحت راية الشيوعية. لذلك سأكتفي بالحديث اليوم عن محورين أساسيين كمثال يعني عن كيف فينا نطبق هالشيء، وسأحاول أن أختصر، وقد أصيب وقد أخطئ، وعشان هيك بدعوكم لمناقشة هذه المواضيع. أول موضوع هو البعد الاقتصادي للصراع مع إسرائيل، وثاني موضوع هو موضوع الوحدة الاقتصادية. هول الموضوعين الأساسيين بالجيو اقتصاد اليوم يلي عم نواجههم إحنا كمجتمع في صراعنا مع إسرائيل وفي صراعنا نحو بناء مجتمع قومي وطني اجتماعي عادل.
وأنا عم عود لسعادي وعم برجع أحاول أحكي عن اليوم. سخر سعادي منذ البدء من مقولة أن العلاقات مع إسرائيل ستجلب الازدهار الاقتصادي وتساهم في تطوير المجتمعات العربية، وهي مقولة وردت في اتفاق وايزمان والأمير فيصل منذ قرن، ويتم إحياؤها مع كل اتفاقية سلام مزعوم، بدءا بكامب ديفيد عام 78، مرورا باتفاقيات أوسلو عام 93، ووادي عرب عام 94، وانتهاء باتفاقيات أبراهام التي ولدت شبه ميتة. لكن بالمحصلة وبالرغم من كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مدى عقدين أقل منذ أوسلو لتفعيل التبادل التجاري والاستثمار الصناعي بين إسرائيل والدول المطبعة، لم يحدث تحول بنيوي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل من جهة وكل من الأردن ومصر من جهة ثانية، وهذا تطور كتير إيجابي بغض النظر عن السياسي. السبب فينا نحكي فيه لأنه ربط هذا التطور الاقتصادي مع قدرة هذه البلدان لتصدير إلى السوق الأمريكية بالبداية. يعني إسرائيل بالنهاية منها السوق العظيم، بس تعملوا علاقات اقتصادية مع إسرائيل بنفتح لكم الأسواق الأمريكية. مجرد ما حصل اتفاقيات مباشرة بين الأردن ومصر اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطيت التعامل مع إسرائيل، لأنه بنعرف أنه كمجتمع يعني بشكل عام بالبلدين أكيد ما في يعني تقبل لهذا الموضوع. وأيضا لم يجلب أي من هذا التبادل أي نمو أو تطور. يعني إذا نطلع على كل المؤشرات الاقتصادية ما بنشوف أي تطور أو أي ازدهار أو أي زيادة في الإنتاج المحلي، أو حتى طبعا لم يتم تبادل التكنولوجيا بشكل مطلق بين إسرائيل وهذه الدول، لأنها طبعا لا تريد لنا أن نصنع، تريد لنا فقط أن نستهلك وأن ندفع المقابل لخزينتها. والحقيقة أنه كادت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وما تلاها من انتفاضات حتى شعبية أن تقضي على ما تبقى من تبادل تجاري مع العدو، لولا الموجة المضادة التي شنت ضد الشعوب. تزامنت هذه الموجة مع البدء باستخراج الغاز الطبيعي، هذا بلش من 10 سنين المساحات، وهلا فتنا بعصر استخراج الطاقة في الشرق المتوسط. وأنا برأيي أقول وللأسف كانت هذه الاكتشافات إحدى حبال النجاة لمسار الدمج الاقتصادي بين الدول العربية وإسرائيل، وقد أعادت إحياء التعاون الاقتصادي مع الكيان، وهذه المرة من باب الطاقة الواسع. الخطير في الموضوع أنه على عكس التطبيع التجاري والذي بقي حكرا على الأنظمة المتصالحة مع الكيان، خرطت القوى الممانعة في عملية التطبيع الطاقي، وذلك عن طريق استرجاع الكهرباء الأردنية من سوريا حوالي 40% بحسب اتفاقيات الأردن وإسرائيل. كهرباء الأردن جاي من إسرائيل من فلسطين، واتفاق النفط والغاز تبع ترسيم الحدود في جنوب لبنان. قد يقول البعض أن الضرورات تبيح المحظورات كحاجة لبنان الملح الخروج من ضائقة مالية، لكن ألا يثبت ذلك نجاعة الحرب المالية والاقتصادية، وأن الشأن الاقتصادي لا يمكن أن يبقى شأن ثانوي. وآخر نقطة بهذا الإطار، لو افترضنا أن الاتفاق لمصلحة لبنان، الأصح القول أنه لمصلحة الطبقة الحاكمة الفاسدة والمنتفعين، لكن لنفترض ذلك، ماذا عن حصة فلسطين؟ من منظور الاقتصاد السوري القومي الاجتماعي لا يمكن اعتبار ذلك شأنا فلسطينيا حصريا على شاكلة لبنان أولا، وفي هذه الحالة فلسطين آخرا، خاصة في ظل غياب قرار وطني فلسطيني اليوم موحد وفي تواطؤ لسلطة رام الله. الجغرافيا نفسها تشير إلى وجود حقل غاز واحد يمتد بين لبنان وفلسطين، ما وحدته الجغرافيا قسمته السياسة اللاقومية. سأنتقل إلى المحور الثاني أيضا اللي هو حول موضوع الوحدة الاقتصادية. للإشارة فيما يخص النفط والغاز أنه هذا يتزامن مع أمرين: توسع في البنية التحتية في منطقتنا كجزء من مبادرة الطريق الحزام والطريق للصين، وهذا يعني المزيد من التشابك في العلاقات البنية التحتية بين كل هالبلدان، وهذا يعني إن لم نكن متيقظين دمج مجددا الشبكة البنية التحتية الطاقية لإسرائيل في المنطقة، لأنه كمان ما بنشوفه بالعين المباشرة. يعني احنا مش عم نستهلك سلعة، تيجي الكهرباء ما بنعرف منين جاي أساسا، وعم ندفع نحن مبسوطين. ويتزامن مع إنشاء تكتل جيو اقتصادي، مصر، الأردن، إسرائيل كدولة، عم بحكي كحكم طبعا أبدا كأرض، وأبرص واليونان مقابل تركيا، هذا كمان دمج.
وهون بيجي لموضوع التكتلات اليوم قديش هي مهمة. ليش؟ لأنه هذه التكتلات هي أصبحت خاصة، يعني موجودة اليوم بشكل كبير. وإذا رجعنا بالبداية لمنطقتنا سوراقيا وابتدينا من الحكم العثماني، يعني قبل ما يصير في هذه التكتلات كانت بلاد سوراقيا جزء من فضاء اقتصادي واحد فيه حرية التبادل التجاري ونقل البضائع وتنقل البشر. وبعد انهيار السلطنة وغزو الغرب وعى المستعمر الفرنسي نفسه أهمية الإبقاء على هذه الوحدة، فأنشأ وحدة اقتصادية ومالية وجمركية بين الدويلات السورية ولبنان في نفس الوقت التي قسمها سياسيا وإداريا، لأنه ما بتناسب التوحيد السياسي، لا يناسبه. وللمفارقة المأساوية قامت النخب الحاكمة حينها بعد الاستقلال بفك هذه الوحدة، وهو ما حاربه سعادة بقوة. بعد 100 عام نستطيع القول ما زالت العوامل الموضوعية بالمناسبة اليوم لتوثيق الروابط الاقتصادية بين دول سوراقيا قائمة، ولعلها أكثر إلحاحا. التكتلات الجيو-اقتصادية أصبحت حاضرة بقوة بسبب الاحتدام على الصراع على الموارد الطبيعية، بسبب سيطرة الشركات العابرة للقوميات، والحاجة إلى الاستفادة من فورات الحجم، يعني economies of scale. يعني هيدي أمور اقتصادية ما بيقدر واحد شخص وشخصين ومؤسس وشركة يعملها، هيدي مواضيع يجب أن تبت بين الدول وبين المؤسسات الدولة. بعض هذه التكتلات بالمناسبة مثل بريكس عابر للقارات، ويتضمن دول اقتصادية عملاقة كالهند وكالصين، وبعضها تشكل على أساس قطاعي كأوبك ومنتدى الغاز اللي حكيت عنه. فما بالكم بدول متوسطة الحجم أو صغيرة كالعراق وسوريا ولبنان والأردن، طبعا فلسطين، ولكن اليوم هذا غير متاح حتى التحرير. هذه الدول كلها متجاورة جغرافيا ومتكاملة اقتصاديا، مثل ما ذكرنا على سبيل التبسيط: نفط بالعراق، الزراعة بسوريا، المعادن بالأردن، والتجارة في لبنان. وهي تشترك مثل ما ذكر في مصادر المياه النهرية الرئيسية دجلة والفرات والعاصي والأردن، في ظل مزيد من التصحر. يعني بحاجتنا اليوم أكبر من قبل. نعرف نحن اليوم كمان الصراع على السدود وما تقوم به الدول المجاورة من منع دخول المياه، وهذا كمان ما بينحل فقط عبر مبادرات غير مبادرة الدولة القومية. وتربط مصادر المياه المالحة الثلاثة الرئيسية: المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي الفارسي، حتى ما حدا يزعل، في ظل مزيد من توسع طرق التجارة التجارية. يعني هول الطرق عم بيصيروا يزدادوا أهمية. وكل هاي الدول محاطة بقوى إقليمية وازنة اقتصاديا من 4 جهات: إيران وتركيا والسعودية ومصر. وزد على كل ما تقدم التحولات الديموغرافية الهائلة من نزوح متبادل بين هذه الدول، والذي وبالرغم من كل المأساة التي يعبر عنها عامل إضافي موضوعي من عوامل الترابط بين مجتمعاتها، وفرصة لاستنهاض الوعي الوطني المشترك بدلا من مشاعر الكراهية والرفض للآخر. كل هذه المعطيات الموضوعية تشير إلى المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تتحقق من خلال توثيق التعاون الاقتصادي بين دول سوراقيا، حتى لا نقول الدمج الاقتصادي أو حتى الكونفدرالية. في ناس بلبنان عم بيطالبوا بفيدرالية داخل لبنان بدلا من كونفدرالية مع الدول المجاورة. القد عندهم نظرة اقتصادية ثاقبة. فماذا عن العوامل الذاتية؟ حكيت أنا عن العوامل الموضوعية. يعني شو العوامل الذاتية؟ شغلتين: الإرادة الشعبية وسياسات الحكومات. هول العوامل اللي بيحفزوا بحالات ما في للأسف يعني تيار كبير مثل ما كان من زمان عم بينادي بهالأمور. بالمزاج الشعبي نحن نعلم أنه وقت الحرب العالمية الأولى، وعندنا وثائق من كينج كرين، أنه الغالبية العظمى من الناس بهيدي المنطقة كان بدهم وحدة سياسية، وكانوا من كل الطبقات مش بس من طبقة واحدة. وبنعرف أنه كان في مطالبة حثيثة من كل هذه القوى من أجل هذه الوحدة. اليوم يعني من الصعب الجزم حول هذا المزاج. عم بحكي عن المزاج، ما عم بحكي عن الموضوع الموضوعي. وما في شك اليوم أنه وجود التقسيم لحوالي قرن صرنا، وما عقبه من تشكيل هويات محلية وضمور الهوية الوطنية بكل بلد، حتى في ظل غزو ثقافي أجنبي، وفي ظل تكريس هويات دينية سياسية وتنازع طائفي قد فعل فعله. خاصة وأنه إحدى اللحظات التاريخية للوحدة التي كانت مؤاتية في فترة التحرر الوطني تم إهدارها من قبل من كانوا يتبنون خطاب الوحدة. هذا كله لا يعني التخلي عن فكرة الاتحاد، ولكن يعني أننا لا يمكن أن نكتفي باستنساخ رؤية سعادي بشكل أوتوماتيكي، وهذا ضد فكر سعادي نفسه حول دينامية العمل القومي.
يعني إذا في انتفاضة دورية بالحزب لازم كمان يكون في انتفاضات دورية بالفكر، بس على الثوابت الأساسية. ما عمل لح انتفاضات. هيدي ما كتير بتكلف لأنه بس فينا نحكي فيها حتى الآن. هيدا يحيلنا على البعد الثاني، وحاول أخلص، اللي هو دور القوى السياسية والحكومات التي تدير هذه البلاد، وهل تقوم بوضع آليات من شأنها أن تعيد قضية الدمج أو التعاون الاقتصادي التوثيق إلى الواجهة. خلينا نرجع إلى مبادئ الاقتصاد القومي لوضعها سعدي. سعدي لم يستفد في تفصيل آليات التعاون الاقتصادي بين هاي الدول، لكن كتاباته عن قضية المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا تعطينا فكرة عن الآليات المحتملة اللي هو حكى عنها. هو طبعا عارض بشدة فصل المصالح المشتركة، وطالب بفصلها عن العلاقة الثنائية المباشرة بين الحكومتين. أنا ما بدي تكون هي متذبذبة بحسب المزاج السياسي الموجود كل يوم. فوضع آلية انتخابية ينبثق عنها مجلس إدارة لتلك المصالح يعبر عن إرادة الشعبين للحكومتين، واعتبر أنه توثيق العلاقات الاقتصادية تتطلب توحيد التشريع النقدي، توحيد التشريع المالي، إبرام الاتفاقيات التجارية، وكل الإجراءات يلي من شأنها هذه الحكومات أن تقوم بها بمجال إدارة الشؤون الاقتصادية، كما هي أيضا منع خصخصة الموارد الطبيعية والمرافق الحيوية. هل هذا الشيء عم بيتم؟ سأترك لكم الإجابة، بس نحن يجي يعني يكفي أن نستدرك أنه اليوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بيعرف أوضاع اقتصادات دول سوراقيا وبنسق فيما بينها أكثر مما تنسق هذه الحكومات بين بعضها البعض. آخر مشروع البنية التحتية بالعراق اللي سمعت عنه طريق التنمية اللي حكى عنه الشهر الماضي بكلف 12 مليار. أحد الاقتراحات أنه يصير في استثمارات أجنبية لكل شقفة، عظيم، وأنه حيطلع من الخليج العربي نحو تركيا مباشرة. يعني أثبت التاريخ أن مقاومة الكيان الصهيوني وأن الطريق إلى تحرير القدس لا يمر من جوني، لكن طريق بناء اقتصاد وطني اجتماعي فهو حتما يمر من بغداد ودمشق وعمان وبيروت وكل فلسطين حين تحرير. ليس الهدف مما ذكرت ومما قلت اليوم طبعا نقد للنقد أو تثبيت الهمم أو تجاهل عوامل خارجية عديدة لا تريد لمجتمعنا أن ينهض ويزدهر اقتصاديا. الهدف هو المصارحة الفكرية من أجل تغيير هذا الواقع والاعتراف بمسؤوليتنا تجاهه. وقبل كل شيء الهدف هو أن لا تبقى القضية الاقتصادية ورقة رخيصة في بازار العمل السياسي، بل جزء لا يتجزأ من مشروع النهضة القومية الاجتماعية. شكرا.